حراس مرمى فريق بلطيم كابتن احمد سلامه اللي مر كتير مع بلقاس وانديه كبيره جدا عمل فيها نتيجه حراس مرمى. كابتن احمد سلامه مش هكلمك عن المباراه لكن هكلمك على الحارس الجديد اللي انت بتبدا تصنعه من مره ثانيه من ملعب اللقاء من مباراه بلطيم وبيل. النهارده طبعا اهلا بيك، طبعا منورنا وشرفتنا، وانت بتدي اضافه جميله للدرجه الثالثه وبتحسس اللعيبه ان انتم بتلعبوا في الدوري الممتاز وان الناس باصه عليكم وانكم تحت المنظار برضو، فدي حاجه جميله. انت شرفتنا النهارده والقناه الشمس شرفتنا، ونتمنى وجودك على طول في جميع المباريات. النهارده بنلعب بحارس خليفه مواليد 2000 ناشئ، يعتبر ناشئ من الناشئين النادي. النهارده الماتش الثاني ليه، ماتش صعب جدا لان الماتش ديربي، الماتش مش موضوع ثاني وثالث ورابع وخامس، ده الماتش فيه ديربي من اصعب المباريات في الدرجه، بيلعب تحت ضغوط نفسيه رهيبه. الحمد لله ادى اداء جيد، وخليفه ان شاء الله بنجهزه ان شاء الله ان يبقى حارس الدوري الممتاز ان شاء الله باذن الله. شايف المجموعه صعبه. كابتن ابراهيم الشوادي اتكلم كتير قوي في موضوع علامه استفهام في تعطيل الدوري يعني خلاص هنخلص الدوري خلاص وهنبدا نقعد 7 شهور او 5 شهور، ده تاثير كبير جدا من جانب اللعيبه. شايف ايه الدنيا؟ طبعا يا كابتن، بص الكابتن ابراهيم اتكلم الموضوع ده اصلا يعني بيدار في تفكيري بقاله فتره، ان ازاي لعيب ناشئ النهارده انت عندك منتخب ناشئين، طب الناشئ النهارده في فرق بطلت وقاعده في البيت، طب النهارده في فرق اللي حتى اللي بيلعب قطاعات هيلعب شهرين 2، النهارده الدوري هيخلص شهر 3 15/3 بالظبط، مش هنكمل 3. طب عندك الفرق، في فرق بتبدا في شهر 10، ازاي ناشئ؟ والناشئ ده هو عماد المنتخب. النهارده احنا كنا قبل كده بنلعب طول الموسم، طول السنه في كوره، شهرين او شهر ونص ان بنقعدهم عشان استشفاء، وكانوا فعلا بنبقى محتاجينهم عشان اللعيبه يعاد استشفائه تاني ويبدا فتره اعداد جديده ويبدا موسم جديد. النهارده لعيب قاعد من 15/3 هيبدا في شهر 10 بالنسبه للناشئ اللي هو اصلا عصب المنتخب وعصب الكره في مصر. النهارده قاعد 7-8 شهور في الشارع ما بيلعبش كوره، الا بقى اذا كان لعيب قادر يصرف او كده هيقدر يجهز نفسه بنفسه او كلام زي كده. فطبعا دي علامه استفهام كبيره جدا جدا. انا عايز اقول بس ان احنا مش بننظم دوري عشان نقول تستيف ورق، احنا مش بننظم دوري عشان نقول احنا نظمنا الدوري وخلاص الحمد لله خلصنا الدوري، مش بننظم قطاع ناشئين ودوري ناشئين عشان نقول خلاص مسابقات الناشئين خلصت والحمد لله خلصنا. لا، احنا بننظم دوري درجه ثالثه عشان يفرز لنا لعيب يلعب في الانديه العليا ويلعب في دوري ممتاز ويلعب منتخب مصر من سنه. بننظم دوري ناشئين عشان يجهز لنا قطاع ناشئين على اعلى مستوى عشان استدعيه يدعم بيه فرق بتاعتي، وانا كفريق بدل ما انا النهارده لعيبه في الدوري الممتاز وفي منتخب مصر يعني الملايين بس، لكن انت ما عندكش قطاع اصلا يلعب، انت بتشتري العمليه عمليه وكلاء وعمليه سماسره فقط. لكن النهارده انا عندي قطاع ناشئين، طب انا بفرز قطاع ناشئين ليه؟ لما انا بشتري لعيبه من بره، كل الفرق بالدوري الممتاز بيشتري ال 22 لعيب، طب انا عندي قطاع ناشئين، طب ما نبص لقطاع الناشئين وبرده لجان المسابقات تهتم بقطاع الناشئين. القطاع الناشئين ده المفروض يدار طول السنه. ايه شهر رمضان؟ احنا حاربنا في شهر رمضان وانتصرنا في شهر رمضان، واصعب المواقف حتى من قبل من ايام الفتح، من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم بنحارب في رمضان، بنحارب حروب. اذا مش هنقدر نلعب كره في رمضان، دي انا شايف ان هي مش سبب ابدا ان الدوري يخلص قبل رمضان. لا، انا شايف ان الدوري يلعب في رمضان، وكنا زمان بنلعب في رمضان وكان عندنا قطاع ناشئين في القطاعات على اعلى مستوى، كانت الفرق بتطلع من الناشئين حوالي 10-15 لاعب. النهارده احنا عندنا 7-8 لعيبه 2001 و2000 و99 ابناء النادي هم اللي لاعبين النهارده، احنا النهارده بنلعب بيهم، احنا عندنا لعيبه مصابه جدا وان شاء الله والحمد لله انت شايفهم النهارده ادوا اداء جيد جدا. اذا انا عندي في كل الانديه فيها قطاع ناشئين، لو كل نادي هيفرز لي لاعب واحد في مركز واحد، اذا هيبقى عندي قطاع ناشئين على اعلى مستوى، هيبقى عندي دوري ممتاز على اعلى مستوى، وكمان هيسوق وهيبقى ليه رواج رهيب حتى في الدول العربيه. شكرا لك. بشكرك جدا وشرفتنا ونورتنا، ونتمنى وجودك في كل مباراه.